عايزة تاكلي حتة لحمة كده دايبة زي الزبدة مع شوية كده خضار دايبين. تعالي بقى نعمل الطريقة دي. ورقة اللحمة بأسهل طريقة وبأحلى طعم، ومش هتاخد معاكي وقت خالص في التحضير، ومش هتستهلكي مواعين كتير خالص، وكله في الفرن. يلا بينا يا قمر نشوف هنعملها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. انا معايا كده ايه لحمه، ومعايا كده ايه خضار مشكل، بطاطس، جزر، معايا كده ايه بصل متقطع كده جوانح، ومعايا كده ايه شرايح كده من الفلفل. طبعا الخضار اللي انت ايه حابه تحطيه. ومعايا كده ايه طماطم انا مقطعاها كده ايه شرايح. هنتبل الاول كده ايه اللحمه. هنزل كده ايه على اللحمة كده ايه بمعلقة من الملح، وعليهم كده ايه معلقة من الفلفل الأسمر، ورشة كده من السكر. وهنقلب كده ايه اللحمة مع التوابل بالشكل ده. الخطوة دي مهمة قوي، هتديكي طعم حلو قوي وريحة للحمة بتاعتك. ورقة اللحمة دي هتنفعك قوي في العزومات وعلى سفرة رمضان، ومش هتاخد معاكي وقت خالص في التحضير. هنبدأ بقى كده ايه نتبل برضو ايه الخضار. هجيب كده ايه بولة واحط كده بقى فيها الخضار، وهنزل عليهم كده ايه بثلاث فصوص او 4 فصوص من الثوم صحيح. ومعايا كده ايه فلفل إيه حامي على بارد. ده هيدي كده ايه للحمة بتاعتنا والخضار طعم في منتهى الجمال. هنزل كده ايه بمعلقة كبيرة من الملح. وهنزل كده ايه بمعلقة برضو من البابريكا، ومعلقة من الفلفل الأسمر. وهنقلب ايه الخضار مع التوابل. وهنزل كده ايه بحوالي كده حوالي 3 معالق او 4 معالق من الزيت، وهنقلبهم كده ايه مع بعض. وبعد كده هنكون مجهزين صينية حاطين فيها كده ايه ورق الألمونيا الأول، ورق الفويل. وبعد كده ايه عليهم كده ايه ورق الزبدة، لأن طبعا ايه معروف ان ورق الألمونيا لما بيتحط كده مع الأكل كده منه مباشرة للأكل يبقى طبعا ايه خطر. فطبعا ايه هنحط الأول كده ايه الورق الألمونيا، وبعدين ورق الايه الزبدة. وبعدين كده ايه هرص كده ايه الخضار في قلب الصينية بالشكل ده. ممكن عادي تستغني برضو عادي مفيش مشكلة، تستغني عن ورق الألمونيا وورق الزبدة، وتحط كده الخضار منه الصينية على طول. وأهم حاجة بس تغطيها بغطا ينفع يدخل ايه الفرن. وبعد كده بقى هرص اللحمة على وش الخضار بالشكل ده. وهقفل بقى ايه عليها كده ايه بالورق ورق الزبدة. وبعد كده ايه بورق الألمونيا على فرن سخن درجة حرارة 200. هننزل الشبكة على الصاجة اللي تحت، وتسيبيها في الفرن لمدة ساعة ونص لحد كده ايه ما تستوي معاكي. هتقفلي عليها كده ايه كويس كده ايه بالورق، علشان طبعا احنا ما ضفناش مية خالص، فهتستوي طبعا ايه على البخار. وهتدخليها كده ايه الفرن، يعني على درجة حرارة كده ايه 200. يكون الفرن طبعا ايه مسخناه قبلها. تدخل على فرن سخن لحد كده ايه ما تستوي معاكي. هتقعد كده ايه حوالي كده ايه ساعة ونص او حسب الفرن ايه بتاعك. كده خلاص استوت معانا. هنفتحها بقى كده ونشوفها مع بعض. ومنتهى الجمال، ريحة بقى وطعم بقى ايه حكاية تحفة ما شاء الله. ومعانا كده ايه اللحمة دايبة كده ايه ومستوية، والخضار برضو مستوي. اللهم بارك. اعمليها بالطريقة دي وهتعمليها على طول. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.